بوابة ظهرت من العدم وخرج منها جيوش من الزومبي والموتى الأحياء. وحوش ما فرقتش ما بين العدو والصديق، وأول حاجة عملوها قتلوا اللي استدعاهم. صرخات وصرخات من الرعب، وساحر وحيد بيتصدى للجميع. بيبدأ القتال مع ساحر التعزيز وبلاك واحدة قدر يقضي على أول واحد فيهم. استغلوا الفرصة للهروب، ولكن للأسف مفيش فايدة ومفيش حل غير المواجهة. بيبدأ القتال وهوبا ضربة يمين ولكمة شمال، والوضع حماس الحماس. بتفعل البنت دي تعويذة علشان تشيل حركتهم، ولكن بدون فايدة، والوضع خلاص ما يقوس منه. ولكن فاكرين ان الوضع خلص لحد كده؟ لا والله، بيخرج السحر حجر من معاه وبكل ثقة بيقول لهم تعالوا لي اولاد الهرمة. تعويذة سحرية جبارة بتتفعل، وبوم، قنبلة من الطاقة خرجت تقضي على كل شيء في طريقها، كساحة مساحة للوحوش وللمبنى كمان. ولكن بعد ذلك بلحظات خر الساحر على الارض عاجزا. فلتفهم ما جرى هيا بنا نبدأ سرد الحكاية. بتبتدي قصتنا في مدينة فيجيتا، المدينة اللي موجودة في المنطقة الجنوبية من إمبراطورية الزينو المشهورة، والمعروفة بأنها قوة سحرية كبرى. والسبب في شهرتها دي هي الأكاديمية السحرية اللي اتأسست بعد أكتر من 400 سنة من نشأة الإمبراطورية. وفي المدينة دي بقى بنشوف طالبة من الأكاديمية اسمها روميا، كانت مستنية صاحبتها علشان يروحوا مع بعض، لكن بتاخد بالها من الراجل العجوز اللي متعور في إيده، فبتقرر تساعده وبتستخدم سحرها علشان تعالجه. وبعد ما بتخلص علاج الراجل ده بتطلب منه إنه يخلي اللي حصل ما بينهم ده مجرد سر، لأن استخدام السحر بره الأكاديمية ممنوع تماما. بتوصل صاحبتها بعد كده واللي اسمها سيستن، وبيروحوا مع بعض للاكاديميه وبيتكلموا عن المعلم هوي اللي استقال فجاه، ولكن في مدرس بديل هيدرس بداله النهارده. بيتمنوا انه يكون كويس زي المعلم بتاعهم المستقيل. وفجاه هم ماشيين بيلاقوا واحد بيجري عليهم بسرعه، فبتستخدم سيستن سحرها علشان تبعده قبل ما يخبط فيهم. ولكن يا عيني بنت المجنونه بتأفور شويه، فالراجل بيطير من قوتها وبينزل في البحيره اللي قصادهم. الغريب ان الراجل بيقوم بعدها بكل بساطه وبيقول لهم هو انتوا بخير يا بنات؟ فبيبصوا له بقلق وبيقولوا له انت يا عم اللي بخير، طمنا عليك انت. بيتجاهل كلامهم تماما وكانه ما سمعوش، وبيقول لهم خلي بالكم، فمن الخطير انكم تمشوا في اماكن زحمه زي دي. فبتقول له سيستم بس انت اللي جاي ناحيتنا اصلا، ولكن روميا بتوقفها وبتطلب منها تعتذر له، فهي اللي ضربته بالسحر برضه. بالفعل بتعتذر له، بيعيش الراجل الدور ساعتها وبيقول لهم ايوه انتوا غلطانين فعلا، بس مش مشكله انا مستعد اسامحكم. بعدها بيبص لروميا وبيفحص جسمها بشكل غريب وبيقول لها انا شفتك قبل كده. فبتتصدم سيستم وبتهجم عليه بالسحر تاني وهي متعصبه لانه لمس جسم بنت من غير اذنها. في الوقت ده بنشوف واحد اسمه هالي بيتكلم مع مدير الاكاديميه وبيعترض بشده على تعيين المعلم الجديد حتى لو بالشكل مؤقت. فبيقول المدير على الرغم من ان الراجل ده قدرته وذاكرته في المستوى المتوسط، ده غير انه من الدرجه الثالثه، بس مش هقدر ارفضه لانه جايب توصيه من المعلمه سيليكا. فبيتصدم هالي وبيقول له طب واحد زيه هيقدر يدرس لطلبه مدرستنا الموهوبين اصلا؟ ده اكيد هيسيبهم يذاكروا مع نفسهم وهيقعد يشرب شاي. فبيقول له المدير انه مش هيقدر يفصله بسبب برضه التوصيه، وده غير ان هو موهوب واتقبل في الاكاديميه وهو 11 سنه، ومكتوب انه مشي منها وهو 15 سنه، ولكن ما كانش معروف ايه اللي عمله في الاربع سنين اللي بعد كده. فبيقول له هالي ده معناه انه مجرد ساحر طايش وما عندوش اي مسؤوليه، وبيساله اذا كان يثق في المشعوذه اللي اسمها سيليكا دي. ساعتها بتظهر له سيليكا من وراها جالك الموت يا تارك الصلاه. بتقول له بغضب انا ممكن اسيبك تتكلم عني بسوء، لكن مستحيل اسمح لك تتكلم عنه بالشكل ده قدامي. بيهرب هالي من المكان بسرعه وبتعتذر سيليكا للمدير وبتقول له ان هي مستعده تتحمل مسؤوليه اي حاجه هيعملها المعلم ده في الاكاديميه. فبيتفاجئ المدير وبيسالها هي ليه بتعمل كل ده، فبتقول له ان هي عايزاه يعيش حياته بالكامل. اثناء ده بتوصل روميا وسيستن للفصل وبيكتشف ان المعلم الجديد متاخر لدرجه ان نص الحصه بتخلص وبيكون لسه ما وصلش. بيتضايق كل الطلاب من استهتاره في اول يوم، وبتقرر سيستن ان هي تقدم شكوى، ولكن فجاه الباب بيتفتح والمفاجاه ان بيدخل منه الراجل اللي خبط فيهم وبيعتذر لهم على التاخير. فبتتفاجئ سيستن لما بتشوفه وبتقول له هو مش انت؟ فبيقول لها لا مش انا. المهم بيعرفهم بنفسه، بيقول لهم انه اسمه غيلين وهيكون المعلم الجديد المؤقت، وبدا يتكلم عن نفسه. فبتتعصب سيستن وبتقول له كفايه كلام مالوش لازمه ويا ريت نبدا ونخلص الحصه اللي نصها راح دي. بالفعل بيوقف غيلين كلام، بس بعدها بيكتب على السبوره ان الحصه هتكون دراسه ذاتيه لانه تعبان وعايز ينام. فبيتصدم كل الطلاب وبتفقد سيستن اعصابها وبتضربه، فبيضطر غيلين يقوم يشرح، ولكنه بيشرح ببرود وكسل غير طبيعي. بتساله طالبه اسمها لينا عن ترجمه التعويذه اللي كاتبها، فبيقول لها مش عارف برضه وبيطلب منها تدور بنفسها. فبتتدخل سيستن وبتقول له بقى بذمتك دي اجابه تليق بمدرس؟ بتقول له انت لازم تدور على الاجابه بنفسك وتقولها الحصه اللي جايه. ولكن فجاه اثناء كلامهم جرس الحصه بيرن، فبيجري غيلين بسرعه بما ان الحصه خلصت. والله انا ما بقتش عارف ده المدرس ولا الطالب. المهم بنعرف بعد كده ان سيليكا عرضت على غيلين انه يبقى المدرس المؤقت في البدايه، ولكنه رفض. فاضطرت ساعتها تهدده علشان يوافق، وبالرغم من انه حاول يتوسل لها لانه مش عايز يشتغل، ولكنها ما اقتنعتش. وعشان كده غيلين كان مش مهتم بالتدريس، وفي الحصص اللي بعد كده كان بيخلي الطلاب يدرسوا لوحدهم، وكان كسل وبيزيد اكتر واكتر. ساعتها بتفقد سيستن اعصابها وبتقول له بقول لك انا مش عايز اقول الكلام ده، ولكن انا من عيله نبيله ولها تاثير كبير على الاكاديميه، واقدر افصلك على فكره، ولكن انا مش عايز اعمل ده، وعشان كده من الاحسن انك تحسن سلوكك. ولكن غيلين بيمسك في الكلمه وبيقول لها بجد طب ارجوكي ساعديني، انا اصلا وافقت على الشغل ده غصب عني. فبتتصدم سيستن من بروده، فجاه بتقلع الجوانت بتاعها وبترميه في وش
وشه، ودي كانت طريقه التحدي لنزال سحري. الكل بيتفاجئ وبتحاول روميا تقنعها تتراجع عن قرارها، ولكن سيستن كانت مصممه تتحداه بس بشرط ان هي لو كسبت فلازم يحسن من سلوكه ويعاملهم بمسؤوليه، فهي من عيله مرموقه ومش قادره تشوفه بيهين السحر بالشكل ده. فبيوافق غيلين على طلبها بس بشرط ان لو فاز ساعتها هتوافق على طلبه وهتمشي من الاكاديميه. الطلاب كلهم بيخافوا، فمهما كان سيستن لسه طالبه ولكن غيلين فهو معلم قد الدنيا يعني. المهم وبدون انتظار بيخرجوا للقتال، ولكن غيلين بيقول لها ان مفيش غير تعويذه صاعقه الصدمه بس اللي ممكن يستخدموها في القتال ده، ورغم ان هي تعويذه شامله ولكن الشخص اللي هيفوز في القتال هو الشخص اللي هيقدر يختصرها في سطر واحد ويقولها بسرعه. وعشان كده بيحس الطلاب ان غيلين عنده خدعه او متدرب عليها لدرجه الثقه بالشكل ده حتى سيستن بتقلق شويه ولكن بترجع ثقتها تاني. بتبدا المعركه بينهم، بس المفاجاه ان غيلين بيتصاب بتعويذه سيستن بكل سهوله، فبتشك سيستن ان هي فهمت القواعد غلط. البت دي غلبانه قوي، ولكن غيلين بيقوم بكل ثقه بيقول لها مش مشكله انا هخليكي تفوزي عليها في اول جوله، ما احنا هنلعب 3 جولات. بيبداوا الجوله الثانيه ولكن سيستن بتصيبه لتاني مره بكل سهوله، فبيقول لها ما توقعتش انك تكوني شاطره كده بس شكلي اتسهلت معاكي. وبما ان القتال من 5 جولات فبتقول هم مش كانوا 3 من شويه، وبتستعد للجوله الاخيره وبتقدر تصيبه برضه ولكن بتكون حاسه بالاحباط. بتقول له ساعتها ما تنساش بقى الاتفاق اللي ما بيننا وبكره تيجي ملتزم، ولكن غيلين بيقول لها اتفاق انا ما وعدتكيش باي حاجه. بعدين المباراه دي كانت مجرد تسخين والمره الجايه مش هيحصل ده، وبيسيبها وبيهرب بسرعه. بيستمر غيلين بعد كده في اسلوبه وبيتهرب من الشرح في الحصص. وفي مره بتروح للين بتساله عن ترجمه تعويذه مش فاهمها، ولكن سيستم بتتدخل ساعتها وبتقول لها تعالى انا هساعدك، فالراجل ده مش فاهم معنى وقيمه السحر اصلا ومش هيفيدك بحاجه. فبيقول لها غيلين عندك هو السحر بالنبل والعظمه دي فعلا؟ فبترد سيستم عليه بكل ثقه بتقول له السحر هو دراسه لمبدا العالم وبيكشف لهم القوانين اللي بتتحكم فيه، ده غير انه خلى البشر تكتشف حاجات عظيمه عن الوجود. فبيقول لها غيلين وايه هي الاستفاده من كل ده؟ هل دراسه مبدا العالم بتوفر لنا حاجات مفيده؟ وايه هي الحاجات العظيمه اللي اكتشفناها عن الوجود؟ ففي النهايه ده مش هيفيد البشر زي الطب اللي بينقذ الناس من الامراض وغيرها طبعا من المجالات اللي بتساعد البشر زي الهندسه والعلوم والزراعه، ولكن السحر مش هيفيدنا باي حاجه تماما. واقول لك على حاجه كمان، لا فعلا السحر ده مفيد جدا بشكل لا يصدق، انا كنت غلطان بس مفيد في قتل الناس، فلو السيف بيقتل شخص واحد فالسحر بيقتل 10. فبتتصدم سيستم من كلامه بتروح تضربه بالقلم علشان توقفه وبتقوله ان هي بتكرهه وبتخرج بعدها من الفصل. فبيتصدم غيلين وبيقعد يفكر في كل اللي حصل وهو مش فاهم ايه سبب رد فعلها المبالغ فيه ده. وهو ماشي بعد المدرسه بيشوف روميا بتتدرب على دايره سحريه، فبيروح يساعدها تكملها لحد ما بتنجح فيها. ساعتها بتلاحظ روميا ان غيلين بيحب السحر على عكس ما بيقول، ولكنه بينكر وبيسالها عن سبب حبهم للسحر بالشكل ده لدرجه ان هم بياخدوه على محمل الجد. فبتقول له روميا ان هي بتدرس علشان تفيد البشر، ده غير ان عندها دين لحد لازم تسدده. فمن 3 سنين في مجموعه سحرة اشرار قبضوا عليها وكانوا على وشك قتلها، ولكن ساعتها ظهر ساحر عداله وانقذها وتخلص من كل الاشرار دول. ومن ساعتها روميا قررت تفهم السحر على امل ان هي تقابله تاني وتشكره. فبيتفاجئ غيلين وبيقول لها هو انت، ولكنه بيوقف كلامه بعدها وبيوصلها للبيت، فبتطلب منه يعتذر لسيستن لان السحر هو اللي بيربطها بجدها المتوفي. بنعرف ان كان حلم جدها وانه يوصل لقلعه ميليجابوس الطايره، ولكنه توفى قبل ما يحققه، وقررت سيستن تبقى ساحره اشطر منه وتكتشف اسرار القلعه بنفسها. المهم بيجي تاني يوم وبيعتذر غيلين لسيستن قصاد الفصل فعلا، ومش كده وبس ده بيقرر يدرس لهم كمان. واول بدايه الكلام كده بالصلاه على النبي بيقول لهم انتوا اغبياء ومش فاهمين اي حاجه عن السحر. بيقولوا له بلاش انت تتكلم في الموضوع ده بأمارة تعويذة الصاعقة اللي انت ما عرفتش تعملها. فبيقول لهم انتوا فعلا اغبياء وبيبدا يشرح لهم التعويذه دي من البدايه وايه اللي هيحصل لو قسموها ل4 و5 مقاطع ولو حذفوا جزء منها وهكذا. بيقول لهم انتوا مش فاهمين ده لانهم مش مصدقين ان الكلام بيبقى عنده القوه دي، وبيروح عند سيستم بعدها بيقول لها انه بيحبها، فبتصدم ووشها بيحمر يا ابن المجنونه. فبيقول لهم غيلين ان هو ده تاثير الكلمات على العقل، ولو فهموا كل ده هيتحكموا في السحر بالشكل اللي هم عايزينه. من وقتها وهو قرر يعلمهم اساس كل ده، ومع الوقت بتزيد شعبيه غيلين في المدرسه، ده حتى الطلاب من باقي الفصول كانوا بيحضروا الحصه بتاعته. بيحس غيلين ان الموضوع مش وحش زي ما كان فاكر، وفي مره هو رايح الشغل متاخر بيجري زي العاده فجاه بيحس بحد بيتتبعه، فبيقف غيلين وبيطلب منه يخرج، وبالفعل بيخرج واحد غريب وبيهجم عليه علشان يتخلص منه. اثناء كل ده بقى الطلاب كانوا مستنيين وصول غيلين كالعاده، بس فجاه بيدخل 2 شكلهم غريب وبيقولوا لهم ان غيلين مشغول وان هم جايين بداله. بتهددهم سيستن ان هي هتبلغ عنهم لو ما مشيوش، بس في نفس اللحظه بيهجم واحد منهم بتعويذه بتبر من جنبها علشان يهددها وبيقول لها ان المره اللي جايه هيقتلها. بيعرفوهم ان هم بيدوروا على بنت اسمها روميا، وبيبدا يسالوا الطلاب عنها ولكن محدش بيرضى يقول هي مين. بيحاولوا يقتلوا واحد منهم ولكن روميا بتسلم نفسها، فساعتها بيضحك الراجل ابن المجنونه ده وبيقول لهم انه كان عارف من البدايه ولكن كان عايز يلعب معاهم ويشوف هيقتل كام واحد قبل ما تعترف. بتحاول سيستن توقف روميا ولكن روميا بتطمنها وبتقول لها اكيد المعلم غيلين هينقذنا، فبيقول لها الراجل ده مش هيحصل لان احنا في الاساس قتلناه. بتتحرك روميا مع واحد منهم وبتعرف في الطريق ان هم خاطفينها لانها الاميره اللي كان المفروض يقتلوها من 3 سنين. في نفس الوقت بيخطف الراجل التاني سيستن وبياخدها على اوضه منفصله علشان يعذب فيها شويه.
شويه، ولكن المفاجاه ان غيلين بيوصل عندهم وبيحاول يساعدها، فبتطلب منه يهرب لانه مش هيكون ند للشخص ده. بس غيلين بيقف بكل ثقه وبيحاول الراجل يهجم عليه، ولكن المفاجاه ان تعويذاته كلها بتتلغي. بيكتشفوا بعدها ان غيلين بيستخدم بطاقه بتلغي اي سحر حواليه، بس المشكله ان هي بتلغي سحره هو كمان. فبيضحك الخاطف بعد ما كان خايف، وبتحس سيستين انه غبي وانها هتكون دي نهايته. ولكن بدون اي مقدمات بيتحرك غيلين وبيدي الخاطف بنيه في وشه بتخليه يفقد توازنه، وبيمسكه بعدها وبيرميه على الحيطه اللي وراه. بيتفاجئ الخاطف من مهارات غيلين وانه بيعمل كل ده من غير سحر، فبيقول له غيلين ايه رايك اوريك لكمه السحريه بما انك عايز سحر وكده. بيديله بالشلوط وبيهدى عليه، فبيقول له الخاطف بس دي مش لكمه، فبيقول له غيلين ما عشان كده سحريه ريح بقى. بيعرف غيلين اللي حصل من سيستين بعد كده، فبيتواصل مع سيليكا وبيعرفها ان هم اخدوا الطلاب كرهاين. لما بتساله اذا كان عارف هويتهم فبيقول لها ان هم بحاسين الحكمه ودي منظمه سريه للسحرة الاشرار. المشكله اللي كانت عندهم ان هم مش هيقدروا يخترقوا الاكاديميه بالسهوله دي، وده معناه ان في جاسوس بيساعدهم من جوه الاكاديميه. وعشان كده بيطلب غيلين من سيليكا ان هي تبدا التحقيق وتطلب المساعده من هيئه سحره المحكمه، ولكن سيليكا بتقول انها مش هتقدر لانها مجرد مرشده حاليا. بيطلب منها ان هي ترجع تساعدهم بنفسها لان حياه الطلاب في خطر، بس بتقول له برضه انها مش هتقدر لانهم اكيد دمروا دايره الانتقال الفوري، وبتطلب منه يتصرف بس يحاول ما يموتش. فبيقرر غيلين انه يروح ينقذ روميا ويتخلص من باقي الخاطفين بنفسه، ولكن فجاه بتتفتح بوابه غريبه وبيخرج منها زومبي وهياكل عظميه. فبيفرح الخاطف لان سحر استدعاء زعيمه اشتغل، ولكن الهياكل بتروح تقضي عليه هو في البدايه اساسا. بيبدا غيلين يحمي سيستين ويهجم على الهياكل بقبضته، ولكن عظمهم كان صلب جدا وايده بتوجعه. فبتساعده سيستين بسحر زياده القوه وبيبدا يتخلص منهم بعدها، وبيطلب منها تعدل تعويذتها وتعمل عاصفه تقعد وقت طويل وتوقف حركه الهياكل. ورغم ان سيستين ما كانتش ضامنه انها تنجح، ولكن قررت تحاول علشان روميا على الاقل، وبالفعل عملت التعويذه وقدرت تقلل سرعه الهياكل، ولكن ما قدرتش توقفهم. وبتعتذر لغيلين بعدها ان هي فشلت، ولكنه بيقول لها ان ده اللي كان عايزه بالظبط، وبيخرج حاجه غريب بعدها بيمكنه من استخدام السحر الاسود، وبتعويذه واحده بيتخلص من كل الهياكل. ولكن في المقابل وشه بيقلب رمادي وبيقع على الارض من التعب لانه استخدم تعويذه اعلى من طاقته واستهلكت كل المانا بتاعته. المشكله انه مش بيقدر يرتاح لان فجاه بيظهر زعيم العصابه بيقول له شكلي كده قللت من قوتك واستهنت بيك. فبيتفاجئ غيلين من تعويذه السيوف اللي حواليه وبيسال سيستين اذا كان عندها لسه قوه توقفهم، لكنها بتقول ان هي استخدمت كل طاقتها. فبيرميها غيلين من فوق المبنى علشان يبعدها عن القتال. بيبدا يواجه الزعيم لوحده وبيحاول يخدعه علشان يفعل تعويذه ضخمه ويسيبه على غفله، ورغم ان هو بيخدعه فعلا ولكن الزعيم بيصد هجومه في اخر لحظه. بيقرر ساعتها انه ما يتهاونش معاه وبيهجم عليه بالسيوف، بس غيلين مش بيتفادى الهجوم ده وبيحاول يفعل سحر التبديد علشان يتخلص منه، ولكن قوته ما كانتش كفايه تماما. ساعتها بتظهر سيستين وبتساعده في تفعيلها، وبينطلق غيلين بعدها للهجوم على الزعيم وبيطعنه في السيف في بطنه. بيحاول يكمل الطريق لروميا بعدها ولكنه مش بيقدر بسبب اصابته، فبتحاول سيستين تستخدم تعويذه الشفاء ولكن مش بتفرق وبيفقد غيلين الوعي. بينام على الارض وبتنام سيستين جنبه، وبعد مرور وقت بيستعيد شويه من قوته فبيفوق وبيتكلم مع سيليكا علشان يعرف منها الجديد. بتقول له ان هي لسه مش عارفه توصل لهم بسبب تدمير دوائر الانتقال، بس الغريب ان الحاجز اللي العصابه فعلته بيمنع خروج اي حد من الاكاديميه وبرضه مفيش طريقه للهروب منه. فبيكتشف غيلين ساعتها ان هم ما دمروش دوائر الانتقال الفوري بل عدلوها علشان يستخدموها في الهروب بروميا، وعشان كده بيتحرك بسرعه ناحيه البرج اللي في الدوائر ده علشان يلحقهم. وبيكتشف ان روميا موجوده هناك بالفعل، ولكن المفاجاه ان الشخص اللي خطفها هو المعلم هوي اللي غيلين موجود مكانه اصلا. بيعترف المعلم ان كان جاسوسه مستني لحظه الانطلاق، وبيقول لغيلين ان دوائر الانتقال الفوري هتشتغل بعد 10 دقائق وهتنقل روميا، وفي نفس الوقت هتشتغل معاها سحر التضحيه اللي بدوره هيفجر الاكاديميه بالكامل بكل اللي فيها، بس لو كسر دايره الانتقال اللي بتقيد روميا ساعتها سحر التضحيه هيتلغي. وبيقول له كمان انه مش هيقدر يقتله لانه ساعتها هيفعل كل ده، فساعتها غيلين بيستخدم دمه كمحفز بدل المنع علشان يكسر دوائر الانتقال. بالفعل بينجح انه يكسر اول طبقه، بس بيكون باقي 4 كمان، فبيقول له هو انه هينهار وهيموت قبل ما يوصل لاخر طبقه اساسا. تفتكروا ان غيلين هيسكت لحد هنا؟ لا والله، بيقرر يكمل ويخاطر بحياته لحد ما بيوصل لاخر طبقه اخيرا، بس ساعتها قوته بتخلص وبيقع على الارض. بيفتكر وقتها المعلم هو ان هم نجحوا، ولكن روميا بتتغلب على حاجز التعويذه وبتزود قوه غيلين. فبيقوم غيلين مره تانية وبيكسر اخر طبقه من الدايره وبينقذها، وساعتها بيعترف هو بهزيمته وبيروح غيلين يضربه بالبوكس وبيفقد الوعي بعدها من التعب. بيمر الوقت وبترجع الامور لطبيعتها في الاكاديميه، وبعد كده بيجي ميعاد المهرجان المدرسي اللي بيشارك فيه كل الفصول وبيتنافسوا مع بعض. بيحاولوا سيستين وروميا ان هم يقنعوا الطلاب بتوع فصلهم يشاركوا، ولكن الطلاب ما كانوش موافقين لانهم متاكدين ان هم يخسروا وما كانوش عايزين يجيبوا العار لنفسهم، وخصوصا ان الملكه هتحضر الحدث ده بنفسها. فبيتدخل غيلين بنفسه بيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا، وبيبدا يقسم الطلاب بنفسه للمشاركه في المسابقات المختلفه، بس الغريب انه بيخلي كل الفصل يشارك من غير استثناء. لا ده كمان بيقسمهم حسب شطاره كل واحد فيهم في تعويذات معينه. فبتتفاجئ سيستين لانها ما كانتش متخيله ان هو مركز معاهم للدرجه دي وعارف مميزات كل واحد فيهم.
بيتحمسوا الطلاب لما بيلاقوا بيختارهم كلهم، ولكن بنكتشف في النهايه ان غيلين كان متحمس بالشكل ده لانه كان مفلس، ولما حاول ياخد المرتب بتاعه بدري المدير رفض وقال له انه ممكن بس ياخد علاوه لو الفصل بتاعه كسب في المسابقه، وعشان كده قرر ابن اللئيمه ان هو يكسبهم المسابقه دي. وفجاه هو بيقسم الطلاب بيتدخل واحد منهم اسمه غيبل، بيقول له انه ممكن يختار اشطر الناس فيهم ويخليهم يشاركوا، وبالشكل ده هيضمن فرصه فوزهم، ده غير ان كل الفصول هيعملوا كده. فبيتفاجئ غيلين لان ما كانش يعرف ان حاجه زي كده متاحه، وبيحس انه كده هيضمن الفوز فعلا. ولكن ساعتها بتتدخل سيستن كالعاده، بتقول للغيبر ان العبره ان هم يشاركوا كلهم مع بعض، والمعلم غيلين وعدهم ان هو يقودهم للنصر، مش كده ولا ايه؟ فبيتبس غيلين يا عينه وبيضطر يوافق على كلامها وبيخرج الطلاب للتدريب، ولكن طلاب المعلم هالي بيحتلوا منطقه تدريبهم، بيتخانقوا معاهم. فبيحاول غيلين يهدي الخناقه بس هالي بيتدخل وبيامرهم يمشوا من المكان. بيقول له بص يا غيلين، بالرغم من ان انا مش طايقك انا كمان سمعت ان انت عايز تخلي كل الطلاب يشاركوا حتى افشل الطلاب، وده هيكون مجرد عائق في منطقه التدريب. ساعتها الطلاب بيسمعوا الكلام ده وبيحسوا بالاحباط، ولكن غيلين بيدافع عنهم وبيقرر يراهن بمرتب 3 شهور على انهم يكسبوا في المسابقه. يا ابن المجنون انت مفلس وعامل كل ده عشان تقبض شهر واحد اساسا. فبيتفاجئ هالي وبيحس بالاستفزاز، ولكن بيقرر يراهن هو كمان. صاحبنا غيرين كان بيقول الكلام ده علشان يهوش، ولكن لما الموضوع وسع منه حس انه اتدبس بيكون لسه هيتراجع في قراره. ولكن المره الثانيه سيستم بتتدخل، بتدافع عنه وبتبين نيته الكويسه وبتهدد هالي ان هي هتدخل اداره المدرسه في الموضوع. ساعتها غيلين المسكين مش بيقدر يتراجع وبيلبس في الرهان وهو مش لاقي ياكل اساسا. وبدام الموضوع بيتعلق بالماني ماني يا برو، بيبدا يدرب الطلاب بكل جديه المره دي، والموضوع مش مجرد فلوس هيكسبها، ده كمان مش هيلاقي ياكل لمده 3 شهور لو خسر. بتعدي الايام لحد ما بيجي اخر يوم قبل المسابقه، وبتروح سيستن تطمن اذا روميا بخير لانها هتقابل والدتها الحقيقيه، واللي هي مين بقى؟ الملكه يا سيدي. خليك مصحصح معايا كده علشان كل شويه هسالك. المهم تاني يوم بتستعد الملكه انها تتحرك للاكاديميه، وبتمسك السلسله بتاعتها اللي فيها صورتها هي وروميا، كانت لسه هتلبسها ولكن الخادمه بتتدخل ساعتها وبتدي لها واحده تانيه تلبسها. ولما بتوصل بتلاحظ روميا ان هي ما بقتش لابسه السلسله اللي بتربطهم، بتحس بالحزن اللحظات بس بتندمج بعد كده في اجواء المسابقه، وبيبدا فصلهم يكسب لحد ما بيوصلوا للمركز الثالث. بيتفاجئ غيلين لانه طبعا ما كانش متوقع الاداء ده، ولكن مش بيضيع الفرصه وبيبدا يتباهى بنفسه بالتعليمات اللي اداها له الطلاب وخلتهم يفوزوا. ولكن هالي بيقول له بلاش تفرحوا كده، ده مجرد حظ. فبيتعصب فريقه وبيقول له ده كله بفضل جهود غيلين، وبيحس غيلين ساعتها ان هم بيورطوا اكتر. اما بقى سيليكا فدي لوحدها حوار، كانت قاعده مع الملكه وكانت مبسوطه ومستمتعه بكل اللي بيحصل في غيلين، كانها فرحانه فيه. بتستمر المسابقه وبيستمر فوز الفريق، ولكنهم لسه برضه في المركز الثالث وفريق هالي في المركز الاول. بيجي وقت مسابقه الدفاع العقلي واللي بتكون روميا مشاركه فيها، فبيتكلم واحد معاها من الفريق الخامس اسمه جايل وبينصحها تنسحب لانه مش ناوي يتهاون معاها. بتقول له شكرا ما تقلقش عليا، ولكن انا كل اصحابي بيذلوا كل مجهودهم ولو كسبوا المره دي هنوصل للمركز الثاني. فبيعجب جايل باصرارها وبتبدا المسابقه بعد كده، وبيظهر واحد من السحرة اللي بيرمي عليهم تعويذه بتاثر على عقولهم علشان يشوف قوه تحملهم. فبيبدا الطلاب يفقدوا وعيهم واحد ورا الثاني لحد ما بيتبقى جايل وروميا بس. بيتفاجئ الكل من قوتها وانها صامته ضد جايل اللي كان البطل السنه اللي فاتت، وبالرغم من ان قوه التعويذه كانت بتزيد بشكل رهيب ولكنها كانت مصممه على الفوز، وعشان كده بيقرر المعلم ان يزود قوه التعويذه علشان يحسم المباراه. وبسبب قوه التعويذه بتاع روميا على الارض ولكن مش بتفقد الوعي، فبيسالها المعلم اذا كانت ناويه تنسحب ولكنها بتقرر تكمل. غيلين ساعتها بيتدخل وبيقرر ينسحب بالنيابه عنها لانه مش عايزها تيجي على نفسها اكتر من كده. بيقول لها ان هي عدت توقعاته لانه ما كانش متخيل ان هي تقف قصاد خصم بالقوه دي. واثناء ده بيحاول واحد من الطلاب انه يعمل لقاء مع جيل بمناسبه فوزه، بس ساعتها بيكتشف ان جيل فقد الوعي. الواد كان فقد الوعي وهو واقف، وده حصل قبل انسحاب روميا، وده معناه ان هي اللي كسبت يا جماعه. فبيفرح الفريق لانهم بالشكل ده بقوا في المركز الثاني، وبتكون الملكه مبسوطه كمان لان بنتها حوالينها ناس بتحبها ومهتمه بيها. ولكن سيليكا ما كانتش حاسه ان ده كفايه انها تشوفها من بعيد وبس، وبتعرض الخادمه عليها ان هي تقابلها المره دي. ما تقومي تشوفي بنتك يا وليه ما تبقيش حربوقه. في الاثناء دي بقى بنشوف ولد وبنت اسمهم البرت وريل، ومن الواضح كده ان هما كانوا شغالين مع غيلين قبل كده. كانوا متضايقين لانه فجاه سابهم واختفى، وكانت ريل عايزه تروح تحاسبه، لكن البرت بيمنعها وبيقول لها ان هم محتاجين يراقبوا حراس الملكه. فبتستغرب وبتساله ليه بالرغم من ان هم حلفاء، فبيقول لها ان هي وصلت لهم اخبار بانهم بيحاولوا يعملوا حاجه مشبوهه وممكن يعملوا حاجه ضد الملكه. في الوقت ده بياخد الطلاب استراحه من المسابقه وبيقعدوا ياكلوا، ولكن غيلين كان على لحم بطنه بقاله كام يوم لانه مفلس اساسا، فبيحاول يبعد عنهم علشان ريحه الاكل ما توصلوش. بس ريم بتنده عليه ساعتها وبتطلب مني وبديلها بحد تاني في المسابقه بتاعتها اللي هي مسابقه التحول، وده لانها اتدربت على تعويذات كتير ولكنها مش عارفه تتقنها. فبيقول لها بس انت عايزه تشاركي وكمان بتحب سحر التحول مش كده؟ فبتقول له ايوه. فانا بحس اني بقيت شخص تاني ساعتها. فبيقول لها خلاص يبقى هتشاركي. البت كانت خايفه تخسر وتاثر على باقي الفريق، فبيقول لها غير ان الهدف من المهرجان ده هو الاستمتاع، وبيقرر يديها محاضره خاصه هتساعدها تفهم سحر التعويذ احسن. بيتحول لشكل روميا علشان يفهمها، وبيطلب منها تروح للمكتبه تقرا شويه عن الحاجات اللي هتتحول لها، وبيقول لها ان هي موهوبه وحتى لو فشلت هيضرب اي حد يضايقها بالكلام. فبتقرر ان تروح تتدرب زي ما طلب منها، وفجاه بتوصل سيستن ساعتها وبتشوف غيلين في شكل روميا وبتفتكر ان هو روميا فعلا. بتديله السندوتشات اللي عملتها علشانها، ورغم ان غيلين
غيلين كان حاسس بالذنب الا انه بيقرر يدوقها برضه لان كلاب بطنه غلبته. ولكن من حظ امه النحس ان روميا بتوصل في الوقت ده وبتكتشف سيستين ان غيلين خدعها فبتضربه بغضب. بيقعد غيلين من غير طاقه بسبب الجوع، ولكن فجاه بتروح لروميا بشويه سندوتشات وبتديهم له فبياكلهم من غير تفكير وبيسالها اذا كانت هي اللي عملتهم، فبتقول له لا ده في واحده عملتهم علشان تديهم لواحد ولكنهم اتخانقوا وكانت ناويه ترميهم فقررت تديها له. الواد بيقول لي عندنا دلوقتي في مقام سله الزباله بس مش مهم، ومن الواضح كده ان الراجل ده كان مجرد وغد. لو تعرف ان انت الوغد اللي بيتكلموا عنه. في الاثناء دي بقى بتوصل الملكه عندهم وبتطلب تتكلم مع غيلين، فالاتنين روميا وغيلين بيتصدموا وبيقفوا يتنحوا. بيكتشف الحراس في الوقت ده اختفاء الملكه وبيبداوا يدوروا عليها في كل مكان، وبتستغل الخادمه واللي اسمها اليانور الفرصه وبتقول لسيليكا على حاجه بتصدمها. بنرجع لغني اللي بيتكلم مع الملكه والملكه بتعتذر له لانه كرس نفسه للبلد، بس في النهايه اتطرد من هيئه الصحراء بالطريقه دي، فبيتوتر وبيقول لها انه انسحب لانه كره الشغل، والاهم من كل ده هو انت ليه هنا من غير وجود حراس معاكي. بتروح تتكلم مع روميا ساعتها وبتنده لها باسم ارمينيا واللي هو اسمها الحقيقي وبتحاول تطمن عليها. بتسالها عن حالها ولكن روميا بتفتكر ان هي مش لابسه السلسله اللي رابطه ما بينهم وبتحس ان هي تخلت عن اخر حاجه بتربطهم ببعض. بتقول لها روميا بمنتهى الحزن انا اسمي روميا واكيد لخبطت ما بيني وما بين الامير اللي ميته من 3 سنين. الملكه بتعتذر وبتقول لها ايوه فعلا، فبتقول لها روميا ما فيش داعي للاعتذار وبتسيبها وبتمشي. ساعتها بتحس الملكه بالحزن لانها مش قادره تسامحها على التخلي عنها زي ما توقعت وبتقرر ترجع لمكانها، ولكن فجاه الحراس بيوقفوها بياخدوها معاهم غصب عنها، فبيستغرب ألبرت اللي بيحصل وبتقرر ريل ان هي تهجم عليهم ولكن ألبرت بيمنعها، وده لان الحراس هم اكتر الاشخاص ولاء للملكه ومستحيل يؤذوها واكيد بيخططوا لحاجه. فبتقول له خلاص هروح اهجم انا على اعدائنا من المقدمه وانت تعالى ورايا على طول. اما غيلين فبيرجع للمسابقه وبتروح سيستن تقول له بقلق ان هي مش قادره تلاقي روميا، فبيعرفها اللي حصل وبيقول لها ان هي اكيد محتاجه وقت مع نفسها، ولكن بيقرر يروح يطمن عليها برضه. فبيلاقيها قاعده لوحدها وماسكه السلسله بتاعتها، ولما بيتكلم معاها بتقول له انت اكيد عارف ان الملكه تخلت عني من 3 سنين وده طبعا بسبب قوتي الملعونه، فانا مجرد تجسيد للشيطان بالنسبه لهم، وبما اني اتولدت بالقدره دي فهم ممكن يستخدموني كقنبله ضد العائله الملكيه، وعشان كده انا فاهمه ان التخلص مني ضروره قصوى لمستقبل البلد. ورغم اني فاهمه كل ده بس مخبيش عليك انا في جزء مني مش قادر يسامح الملكه، بس في نفس الوقت لسه عايز احضنها وبعتبرها امي. فبيقول لها غيلين من الطبيعي ان البشر يحسوا بالندم على اي حاجه مهما منعوا نفسهم، لكن لو اخترت الطريق حسب مشاعرها ساعتها احساس الالم ده هيقل، وبيسالها عن اللي هي عايزه تعمله ولكنها ما بتكونش عارفه. ساعتها غيلين بيقول لها انه كان بيزور البلاط الملكي كتير بحكم انه كان ساحر في الجيش الامبراطوري، وكل مره كان بيشوف فيها الملكه كانت بتبقى لابسه نفس السلسله، كانت بترفض تتخلى عنها وعشان كده بيعرض عليها تصارحها بمشاعرها بدل ما تهرب منها زي ما بتعمل دلوقتي. ولكن روميا كانت خايفه وبتطلب منه يساعدها، وبالفعل بيقرر غيلين يساعدها، ولكن فجاه بيوصل مجموعه من الحراس الملكيين عندهم بيبلغوهم ان روميا متهمه بالتآمر لخطف الملكه ومحكوم عليها بالاعدام لخيانتها. بتتصدم روميا يا عيني من الاتهام اللي متوجه ليها، اما غيلين فبيدافع عنها وبيطلب الدليل ولكنهم بيرفضوا يعرضوه. بيقول لهم غيلين اصلا ما ينفعش لان ممنوع اعدام اي شخص من غير محاكمه، ولكنهم بيقولوا له ان دي اوامر الملكه نفسها، كمان هددوا لو كمل في الدفاع عنها هيعدموه بدافع الخيانه برضه. فبتحس روميا بالخوف ساعتها وبتقرر تسلم نفسها وتتقبل مصير حكم الاعدام. غيلين بيعترض وبيقول لهم ده غباء ولسه هيمنعهم، فبيضربوا الحراس على رقبته وبيفقدوا الوعي وبياخدوا روميا معاهم وبيخيطوها في شجره، بعدها وبيقوموا تغمض عينيها علشان ينفذوا حكم الاعدام. بتستسلم روميا وبتكون فاكره ان الملكه قررت تعدمها علشان كده جيت تشوفها لاخر مره، ولكن فجاه غيلين بيوصل ساعتها وبيستخدم تعويذه بتعمل حراس وبينقذها. بيقول لها انا متاكد ان الملكه مستحيل تعدمك من غير محاكمه، وبيقرر ياخدها ويروحوا يقابلوها بنفسهم علشان يتاكدوا من الكلام. فبيقوم الحراس وبيبداوا يطاردوهم، فبيحاول غيلين انه يلاقي حل في ساعتها، فبيفتكر سيليكا وبيتواصل معاها. بيقول لها تسال الملكه بنفسها، ولكن سيليكا بتقول ان هي مش هتقدر تقول ولا تعمل اي حاجه، فبيسالها ليه الحراس بيطاردوهم وليه الملكه امرت باعدام روميا، ولكن مش بتقدر ترد عليه. بتقول له ان هو الشخص الوحيد اللي يقدر يلاقي حل للموضوع، وبتطلب منه يلاقي طريقه يقف بيها قصاد الملكه. بيتصدم غيلين وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، وفجاه بيظهر ألبرت ولين قصاده وبتمسك لين سيفها وبتنطلق للهجوم عليهم. بنكتشف في الوقت ده ان الخادمه قالت لسيليكا ان هي تبع باحثين الحكمه وناويين يستخدموا حياه الملكه في مهمتهم، وده عن طريق لعنه موجوده في السلسله اللي اديتها لها. اما ريلفا بتستمر في الهجوم على غيلين وبيحاول غيلين يصد هجومها لحد ما بتكون على وشك اصابته، ولكن ألبرت بيتدخل وبيوقفها بتعويذته. بنعرف وقتها ان ألبرت وريل اصحاب غيلين في الجيش الامبراطوري، وكانت رين بتهجم عليه كنوع من الاستمتاع، علشان كده ألبرت وقفها لان مفيش وقت يضيعوه. بيبلغ غيلين بتصرفات الحرس الغريبه، ورغم ان هم مش عارفين يفسروا اللي بيحصل ولكن لازم يتصرفوا. فبيقول لهم غيلين ان الحل الوحيد ان هم يلاقوا طريقه للوقوف عند الملكه حسب كلام سيليكا، وعشان كده بيطلب مساعدتهم. اثناء ده كانت المسابقه مستمره، ولكن فريق غيلين كان بيتراجع بسبب اختفاء الغريب، وفجاه بيظهر ألبرت وريل عند الفريق وبيبلغهم ان غيلين مشغول في موضوع دلوقتي وحاليا هم موجودين بداله. بيحس الفريق بالقلق، ولكن ريل بتروح تمسك ايد سيستن وبتطلب منها تثق فيهم، فبتتفاجئ سيستن وبتقرر تثق فيهم فعلا. بتطلب مساعدتهم وبتقول للفريق ان الفوز هو المهم في النهايه سواء غيلين كان موجود او لا، ده غير ان هم لو خسروا وهو مش موجود هيستغل الفرصه وهيعيش الدور عليهم لانهم مش عارفين يتصرفوا من غيره، وطبعا هم ما كانوش عايزين ده يحصل. بيقرروا يبذلوا كل جهدهم علشان يفوزوا، وبتبدا مسابقه التحول وبتحس لين بالتوتر، ولكن
ولكن ألبرت بيروح يطمنها، بيقول لها نفس الكلام اللي غيلين قاله لها قبل كده، فبتتشجع وبتعمل اداء مذهل، ده حتى ان هي بتهزم ممثل الفريق بتاع هالي. بيفوز غيبل في المسابقه اللي بعدها برضه، وبكده بيتعادل فريق غيلين مع فريق هالي، وبيكون بقى اخر مسابقه اللي هتشارك فيها سيستن واللي هتحدد الفايز هيكون مين. في بدايه المسابقه بتتصاب سيستن وبيفتكر الكل ان هي هتخسر، ولكنها بتقوم بكل قوتها وبتستخدم التعويذه اللي غيلين ساعدها فيها وبتفوز بكل سهوله بضربه واحده، وبكده بيفوز فريق غيلين بالمسابقه. فبيروح ألبرت وريل لاستلام الجائزه من الملكه نيابه عن غيلين، وساعتها بتحس سيستن بالراحه وبتقول ان كانت متاكده ان غيلين هينجح. في نفس اللحظه بنكتشف ان غيلين وروميا كانت متحولين في شكل ألبرت وريل علشان يخدعوا الحراس مش اكتر، ويرجعوا لشكلهم اول لما بيقفوا قصاد الملكه. فبيتصدم رئيس الحراس من اللي بيحصل وبيفعل حاجز عزل حواليهم هو ولين وروميا والملكه وسيليكا بسرعه، وساعتها بيتكلم غين مع الملكه، بيبلغها بان الحراس كانوا بيحاولوا يقتلوا روميا من غير اذنها، وبيطلب منها المره دي يوقفوا العنف الطايش ده. فبيقول له رئيس الحرس ان هم مش هيقدروا، وبيقرر يتحمل مسؤوليه كل اللي بيحصل ويقتل نفسه بعدها في سبيل حمايه الملكه. بيقول له كمان حتى الملكه مضطره تضحي بحاجات كتير علشان تحافظ على حياتها، ولكن غيلين بيتجاهل رده وبيطلب من الملكه تتكلم، ويا ريت الملكه ما اتكلمت. الملكه بتؤمر بقتل روميا لانها بتكرهها وهتفضل ندمانه طول حياتها علشان ولدت بنت زي دي. فبيتصدم غيلين ومش بيفهم سبب كدبها، اما روميا فبتصدقها وبتقرر تستسلم للي بيحصل، وبيكون غيلين هيتجنن ومش عارف يتصرف ازاي. فهو كان متاكد انها بتكذب، ولو كانت عايزه تقتلها كانت هتؤمر بقتلها من غير ولا كلمه، وده معناه ان في حاجه بتمنعها تقول الحقيقه. فجاه بيلاحظ السلسله اللي لابسها وبيقول ان هي تقيله، وبيطلب منها تخلعها ولكنها بترفض، وساعتها بيتاكد غيلين من شكوكه وبيقول لروميا ان امها بتحبها، وبيجري ناحيه الملكه بسرعه. لكن رئيس الحراس بيوقفه وبيهجم عليه بالسيف وبيسيبه في كف ايده، وبيكون لسه هيقتله، ولكن الملكه بتقلع السلسله وبترميها بعيد. فبيتصدم الحراس لانها بتتكسر من غير مشكله، وبيتاكد غيلين ساعتها ان السلسله فيها تعويذه لعنه، وفعلا لو الملكه قلعتها هتموت، ولو فات وقت معين على تفعيل التعويذه هتموت برضه. والطريقه الوحيده المباحه علشان يتخلصوا من التعويذه دي هي قتل روميا. الحراس ما كانوش فاهمين ليه اللعنه ما اتفعلتش رغم ان الملكه قلعتها، فبيقول لهم غيلين بسبب ده، وبيخرج بعدها الورقه اللي بتلغي السحر من المحيط القريب منه، وبيقول لروميا بعدها ان الملكه كانت بتكذب لانها لو وقعت بلسانها وهي بتتكلم كانت اللعنه هتتفعل. بتروح الملكه تحضن روميا بعدها وبتعتذر لها وبتقول لها ان هي مبسوطه لانها كويسه، فبتحضنها روميا وبتعيط. اثناء ده بيروح ألبرت وريل للخادمه اللي ادت الملكه السلسله وبيسالوها هو انت ليه حاولتي تقتلي روميا؟ فبتقول لهم ان الحاجه الوحيده اللي هتقولها ان هي عايزه سجلات الاكاشيا، وبعدها بتهرب باستخدام تعويذه انتقال. بتروح روميا تتكلم مع الملكه بعد المسابقه وبتصارحها بكل مشاعرها قبل ما ترجع القصر. بتقابل غيلين بعدها وبتشكره لان كل ده حصل بسببه، وما كانتش هتعرف تعمل اي حاجه من دي لولا مساعدته. بياخدها وبيروحوا لباقي الفصل علشان يكافئوهم على الفوز بما انه كسب علاوه بالاضافه لمرتب 3 شهور، ولكنه بيكتشف ان الطلاب فقدوا السيطره على نفسهم. دبسوا يا عيني في فاتوره مطعم ضيع كل الفلوس اللي كسبها، الواد ده منحوس من يومه، ولكن ليس باليد حيله يا صديقي، اهو بيدفع وامره لله. بيمر الوقت وبعد الحادثه اللي حصلت بيبدا غيلين يدرب سيستن على القتال القريب، ولما بتساله عن السبب وليه ما علمهاش تعويذه جديده او انها ترفع من قوتها السحريه، فبيقول لها لان بالشكل ده هتزود من حده حواسها، هتعرف امتى تدافع وامتى تهاجم في النزالات السحريه، وبمجرد ما يحس ان هي بقت كويسه ممكن يعلمها السحر العسكري لو عايزه، وساعتها تقدر تحمي روميا. وعلى الرغم من صعوبه التدريب ده فبتوافق سيستن وكمان بتطلب منه يساعدها. وفي يوم من الايام وهي رايحه الاكاديميه مع روميا بيقابلوا غيلين قاعد في الشارع، فبيروحوا يتكلموا معاه، وفجاه هم بيتكلموا بتهجم على ريل من غير اي مقدمات. بيتصدى غيلين لهجومها في اخر لحظه وبيسالها انت ليه بتعملي كده وليه انت؟ فبتقول له لا والله ده كل ده علشان اسلم عليك، فالبرت قال لي ان المفروض اسلم على شريكي في السلاح بالشكل ده. بيتفاجئ غيلين لانه ما كانش يعرف ان البرت بيكرهه كده، بس بعدها بيلاحظ ان ريل لابسه هدوم الاكاديميه. بيقول لها بقى انت بقى الطالبه اللي منتهى جديد يا حلاوه، ولكن سيستن وروميا مش بيفهموا هي اللي بتدرس وهي في الجيش بالفعل. فبيفهمهم غيلين ان الحكومه الامبراطوريه قرروا يعينوا حارس رسمي لروميا فهي الطالب متخفي. ساعتها بتفهم روميا وبتشكرها على مساعدتها وبتقول لها اتمنى ان احنا ننسجم سوا. فبتقول لها ريل ايوه ما تقلقيش فانا هحمي غيلين. فبيتعصب غيلين وبيقول لها ان المفروض تحمي روميا، فبتقول له بس انا عايز احميك انت. بيقول لها غيلين دي مش شغلانتك اساسا، وبياكد عليها ما تجيبش سيره المهمه السريه لاي حد. فبتحس روميا ساعتها ان حياتها مش هتكون سهله خالص. بيروحوا للاكاديميه وبيقدم غيلين ريل لباقي الطلاب، وبيكون الكل معجب بيها وبلطافتها وبيطلبوا منها تعرف عن نفسها. ساعتها بنت المجنونه بتقول لهم انا مجنده في الجيش الامبراطوري وبخدم قوات خاصه بعيد عن البلاط السحري، ده الواد لسه صوته منبوح معاكي من سنتين عشان ما تفضحيش نفسك. فبيتصدم غيلين طبعا وبيبدا يمل لها الكلام اللي المفروض تقوله، فبيسالوها اذا جايه لوحدها من غير عيلتها بما انها من مدينه تانية، فبتحس بالحزن. بتقول لهم ان كان عندها اخ، ولكن غيلين بيمنعها تكمل كلام في اي حاجه شخصيه، فبيلاحظوا ان علاقتها هي وغيلين قويه وبيسالوها عن طبيعه العلاقه ما بينهم.
فبتقول لهم غيلين ده كل حاجه بالنسبه لي، ده انا عايشه حياتي اصلا علشانه. فبيتصدم الكل من جرأتها حتى غيلين شخصيا، اما سيستن فبتحس بالحزن او ممكن نقول غيره، وبيخرج كل الطلاب بعدها يتدربوا على تعويذه الصاعقه. بيجي دور ريل في اصابه الهدف باستخدام الصاعقه ولكن بتفشل في كل المحاولات، وبيكون بقى اخر محاوله، فبيحس كل الطلاب بالشفقه عليها. لكنها بتسال غيلين هل لازم تستخدم تعويذه الصاعقه، فبيقول لها ان دي التعويذه الوحيده اللي بيقدر الطلاب يستخدموها لاصابه الهدف من المسافه دي، ولكن تقدر تستخدم اي تعويذه وتصيب الهدف وخلاص. بالفعل مش بتكذب خبر، وفجاه بتستخدم تعويذه رهيبه لاستدعاء سيفها، وبعدها بتمسكه وبترميه بكل قوتها ناحيه الهدف بتدمره لالاف في الاجزاء. فبيحسوا الطلاب بالخطر حتى ان هم بيبداوا يتجنبوها، ولكن روميو وسيستن بياخدوها تتغدى معاهم، وبتختار ريل اكلها لاول مره. بتكون مستمتعه جدا وبيبدا الجانب اللطيف منها في الظهور، فبيحاول الطلاب يتكلموا معاها من ساعتها. بعد كده بيقرر غيلين ياخد الطلاب في رحله استكشافيه لجزيره ساينسيرا، وبمجرد ما بيوصلوا بيقابل البرت اللي كان متنكر في شكل بياع. ساعتها بيكتشف غيلين ان البرت هو الحارس الحقيقي، اما ريل فدي مجرد طعم. وفجاه بيقرر البرت انه يظهر نفسه ويتواصل معاه علشان يحذره، وبيطلب منه يراقب ريل لانها خطيره. فبيفتكر غيلين ان هو بيهزر في البدايه، ولكن البرت بيقول انه بيتكلم بجديه، فهم عارفينها من زمان. فبيقلق غيلين في البدايه، ولكن بيرجع للطلاب وبياخدهم للشاطئ علشان يستمتعوا بوقتهم اليوم ده، وبالفعل بيلعبوا وبيقضوا اليوم لحد ما الليل بيدخل عليهم. ساعتها الولاد الملاعين بيعملوا خطتهم للتسلل لمبنى البنات، ولكن غيلين بيقفشهم، ولما بيحاول يمنعهم بيقرروا يقتلوه باستخدام السحر، وبيفوزوا عليه وبينفذوا الخطه بتاعتهم، فبيحاربهم غيلين هو كمان. اثناء ده بنشوف ريل وروميو وسيستن، فبتقول لهم ريل ان دي اول مره تشوف غيلين مبسوط كده، فهو كان دايما زعلان ومكتئب. بيروحوا يلعبوا مع باقي البنات وبينزلوا البحر هم الثلاثه وبيكملوا لعب مع بعض، وبيقولوا للريل ان هم مبسوطين لانهم اصحاب دلوقتي. فبتفرح ريل لان دول اول صحاب حقيقيين ليها في الاكاديميه، واول مره تستمتع بوقتها كمان. وبيشوفهم غيلين وقتها وبيحس ان كلام البرت اكيد كله غلط، ولكن فجاه بتروح ريل تكلمه وهو راجع لاوضته، وبتساله ليه مشي فجاه، فبيعتذر لها وبيقول لها انه حاسس بندم لانه انسحب من هيئه السحر الامبراطوريه. فبتقول له ان هي مش لاقيه سبب تعيش علشانه من غيره، فبيتصدم غيلين وبيقول لها ان ده مش حقيقي، فهي كانت مبسوطه مع روميو وسيستن النهارده، وممكن تبقى طالبه في الاكاديميه وتعفي نفسها من هيئه السحر، لكنها بتصدمه ان هي عايزه تعيش علشانه. فبيقول لها ان ده مش صح، فاخوها كان عايزه تسعى لسعادتها الخاصه. بتتصدم ريل ساعتها وبتبدا تتعصب، وبتقول له انا مش فاهمه ايه المشكله في حمايتك وليه مش عايز تفضل جنبي، اكيد سيستن وروميو هم اللي اخدوك مني مش كده؟ عموما انا بكرهك وبكرههم، وبتسيبه وبتمشي من غير ما تسمع منه اي رد. تاني يوم بيتحرك غيلين مع الطلاب لمختبر الابحاث اللي هم جايين يزوروه في الاساس، وفي الطريق بتحاول سيستن ورومية ان هم يتكلموا مع ريل. فبتتفاجئ ريل وبتتكعبل، ولما بيحاولوا يساعدوها بترفض وبتقول لهم ان هي بتكرههم وبتسيبهم وتمشي. فبيحسوا بالحزن وبيكونوا محتارين اذا كانت بتكرههم فعلا، ولكن غيلين بيقول لهم ان هي مشوشه شويه بس لانه قال لها حاجه ضايقتها وما كانش ينفع يقولها. بالفعل بيقرروا يسيبوا لها شويه وقت ويروحوا لمركز الابحاث بعدها، وبيتفاجئ الطلاب من الكائنات اللي موجوده هناك، ولكن رومية ما كانتش معجبه باللي بيحصل لانها ما كانتش عارفه اذا كان الانسان يتحكم في الحياه بالشكل ده. فبتكلمها سيستن ساعتها عن تجارب اعاده الاحياء بتاعه الموتى اللي حصلت من كذا سنه. فبيتفاجئ مسؤول المركز ان هي عارفه عن الابحاث دي، فبيقول لها ان هم درسوا ان اعاده الاحياء شيء مستحيل، فبتقول لهم ان ده حقيقي ولكن حاليا في مشروع اسمه اعاده الاحياء شغالين عليه. فبيتدخل غيلين وقتها وبيقول لهم ان فكره المشروع هي خلق جسم من الكيمياء باستخدام الدي ان ايه بتاع الشخص المراد احيائه، بالاضافه للشفره النجميه اللي هي عباره عن ذكريات الشخص اللي بتتحول لبيانات، واخيرا حاجه اسمها اسير محول. ولازم الثلاث حاجات دول يجتمعوا لاعاده احياء الشخص، يعني باختصار كانك بتعمل شخص مستنسخ مش اكتر، ومن الصعب ان احنا نعتبره اعاده احياء. لكن بيطمنهم غيلين ان هم تخلوا عن البحث ده من فتره لانهم كانوا مضطرين يقتلوا اكتر من شخص لاعاده احياء شخص واحد بس، ومستحيل يزنوا بحاجه زي كده. فبيقول لهم رئيس المركز ايوه فعلا احنا بشر وما عندناش حق ان احنا نقرر مين يعيش ومين يموت، ولكن سمعت اشاعات ان باحثين الحكمه سرقوا المشروع وخلصوه بنجاح. فبيقول لهم غيلين ان دي مجرد اسطوره، بس سيستم بتسال بدافع الفضول اذا كان في حاجه تانية ضروره لاعاده الاحياء غير الثلاث حاجات اللي فاتوا. فبيقول لها الرئيس ان السحر الاصلي المفروض يكون موجود، ولكن فرصه ظهور شخص عنده السحر الاصلي تعتبر حاجه ضعيفه جدا. بعد الجوله دي بتحاول سيستن ان هي تتكلم مع ريل اللي كانت قاعده لوحدها علشان يتغدوا مع بعض، ولكنها بترفض وبتسيبها وبتمشي. ولما بيحاول غيلين يتكلم معاها بتهرب منه، وساعتها بتروح عند البحر وبتبدا تعيط. فبيقول غيلين لروميو وسيستن بالرغم من ان ريل تبان في سنهم ولكنها مجرد طفله، وعشان كده بيطلب منهم ما يزهقوش منها ولا يفقدوا الامل فيها. فبتقرر سيستن تروح تدور عليها، ولكن غيلين بيقرر يروح بدلها. اثناء ده بيروح اخو ريل واللي المفروض انه ميت بيتكلم معاها، فبتتصدم وبتساله ازاي، فبيقول لها انه كان عايز يشوفها دايما. اثناء ده البرت بيشوفهم وبيشوف الشخص المزيف اللي بيحاول يخدع ريل، فبيروح يتخلص منه بسرعه، بس بيكتشف ان في حاجز بيمنع حركته. بتظهر اليانور بعدها
وقتها فبيهجم ألبرت عليها علشان تمشي، ولكنها بتقرر تقتله وبتهجم عليه بتعويذه ناريه بتولع في كل المكان حواليهم، ولكن ألبرت بيصدها من ناحيته مش بيتصاب. ولكن فجاه بتبدا اليانور تستدعي الارواح الميته حواليهم وبتخليهم يهجموا عليه، فبيفعل ألبرت تعويذه صاعقه بتدمر كل حاجه في لحظه. بس الغريب ان جسم اليانور ما كانش بيتاثر بالاصابات، فبيلاحظ ألبرت ان عندها قدره تجدد خارقه، واكيد ده بسبب حاجه شريره، وكده مستوى الشر بتاعها تعدى اي شر قتله قبل كده، وعشان كده بيقرر يتخلص منها فورا. في الوقت ده بقى خوريل المزيف كان بيقنعها انه ما ماتش لما المنظمه قتلته، ورغم ان هي هربت وحصلت على حريتها من 3 سنين، ولكنه لسه عبد عندهم، وطريقه انقاذه الوحيده هي عن طريق خطف رومية، وده لان المنظمه محتاجاها. بس المشكله ان غيلين بيعطلهم، ولو قدر يجيبها لهم هيحصل على حريته وقتها. وبمجرد ما بيخلص كلامه بيوصل غيلين عندهم وبيقف قصاد ريل بسرعه علشان يبعدها عن المزيف ده، وبيطلب منها تساعده في قتله، لكنها بتخرج سيفها فجاه وبتطعنه في ظهره وبتشكره على كل اللي عمله ليها، ولكنها بتقول ان هي هتعيش علشان اخوها وبتهرب معاه. بتقرر اليانور تهرب هي كمان، وبيكتشف ألبرت اللي حصل، فبيروح عند غيلين. اما ريل فبتروح لاوضه رومية اللي كانت لوحدها في الوقت ده لان سيستين كانت بتشتري حاجه، وفجاه بتوصل سيستين وبتشوف رومية وهي واقعه على الارض ومليانه بالدم، فبتتصدم، ولكن ريل بتقول لها ان هي فاقده الوعي مش اكتر. بتسالها سيستين عن غيلين فبتقول لها ان هي قتلته، وبتعرفها ان هي عدويتها حاليا وبتاخد رومية معاها. فبتتصدم سيستين وبتهددها تضربها بالتعويذه بتاعتها لو ما بعدتش، ولكن ريل كانت واثقه ان هي مش هتقدر تضربها، وبتقف بثقه وبتقول لها انها هتسيب لها فرصه، ولكن سيستين مش بتقدر فعلا لانها بتفتكر كلام غيلين وكل حاجه حصلت بينهم وبتخاف تقتلها. فبتاخد ريل رومية وبتهرب ساعتها، ومجرد ما بتهرب بيوصل ألبرت بغيلين اللي ساح في دمه، ولكن بيطمن سيستين ان هو لسه عايش بس حالته حرجه وهيموت بعد لحظات، وعشان كده محتاج مساعدتها لانقاذه. ولكن تعويذه الشفاء مش هتكون كفايه ولازم يستخدموا السحر الابيض. المشكله انه بيحتاج كميه منع عاليه، وعشان كده عايز مساعدتها، وبالفعل بتحاول سيستين تتغلب على خوفها وبتقرر تساعده. بيطلب منها ألبرت ان هي تبدا في التنفس الصناعي لحد ما يجهز التعويذه بتاعته. بالفعل بيقدروا ينقذوه بيفوق غيلين بعد كده، وبيكتشف ان هم انقذوه بفضل سيستين اللي كانت نايمه من التعب. فبيتكلم مع ألبرت علشان يفهم منه اللي حصل، وبيكتشف غيلين ساعتها ان ألبرت كان شاكك ان بحاسين الحكمه بيخططوا لحاجه، واكتشف كمان انه لهم علاقه بمدير مركز الابحاث، ولكنه رفض يقول لان الجيش كان بيخطط لاستخدام رومية كطعم من البدايه، وما قدرش ألبرت يوقفهم لان ساعتها هويه ريل اللي احنا لسه مش عارفينها انا وانت هتتكشف. بيعترف ألبرت بغلطته، بيقول ان المره دي ناوي ينقذ الاميره مهما حصل، حتى لو اضطر يقتل ريل لو اعترضت طريقه. لكن غيلين بيقولوا ان هم المفروض يصلحوا سوء الفهم ويرجعوها لان دي مسؤوليتهم، فهم اخدوها من سنين. كان مصمم يخليها تصدق ان اخوها مزيف حتى لو هيستخدم قبضته علشان يقنعها. فبيستغرب ألبرت كلامه واصراره الغريب بالرغم من انه هرب وتخلى عنهم من غير ولا كلمه زمان. فبيقول له غيلين انه حاليا المعلم بتاعها ومسؤول عنها، فبيضربوا ألبرت بالبوكس علشان يصفوا حسابه القديم معاه لما مشي فجاه وسابهم، وقرر يثق فيه، ولكن بيأكد عليه ان انقاذ رومية هيكون اولوياته، ولو ريل اعترضت طريقه هيقتلها، وبيتحركوا بعد كده لانقاذهم. في الاثناء دي كان رئيس المركز مقيد رومية وبيجمع منها السحر علشان يكملوا مشروع اعاده الاحياء، وبيقول لها ان مشاركتها في المشروع ده شرف ليها، وبيقول لها لو فاكر ان باحثين الحكمه اشرار فالعيله الملكيه اشر واسوأ منهم، وشيء طبيعي ان دوله بتحكمها العيله دي يبقى لازم تتدمر، وبيستمر بعدها في سحب السحر منها. في الاثناء دي بتكتشف اليانور ان ألبرت سايب عليها تعويذه تتبع، وبنكتشف انه كان عامل تعويذه بتحدد مكان الاميره برضه بعد ما الحادثه اللي حصلت، ولكن اختفت، وعشان كده عمل تعويذه حوالين اليانور. بس مدير المركز كان مجهز نفسه حاطط حيوان سحر في الطريق اللي بيوصلهم عندهم، فبيستخدم ألبرت تعويذه اللهب وبيقضي عليه بسرعه. بيظهر وحش تاني بس المره دي بيتغلب غيلين عليه بكل سهوله وبتعويذه واحده، فبيتعصب المدير لانه ما كانش متوقع قوتهم بالشكل ده، وبيقرر يروح يتخلص منهم بنفسه. بمجرد ما بيوصل بيتحول لوحش ضخم، فبيقرر ألبرت يتعامل معاه بنفسه ويطلب من غيلين انه يروح ينقذ رومية قبل فوات الاوان. اما بالنسبه للطلاب فبيكتشفوا ان غيلين راح ينقذ رومية اللي اتخطفت، فبيقرروا يروحوا يساعدوهم هم كمان. لكن غوبل بيعترض هو وسيستين، وبتقول لهم سيستين ان هي قلقانه زيهم برضه وعايزه تساعده، ولكنهم هيبقوا مجرد عقبه في طريقه وهيعطلوه، علشان كده بتقنعهم يثقوا فيه ويستنوه. بيوصل غيلين للمكان اللي خاطفين فيه رومية وبيعتذر لها عن التاخير، وبيسال ريل اذا كانت مش ناويه تعقل وتعتذر عن اللي عملته، وبيحاول يقرب منها علشان يخلص على اخوها المزيف. فبتهدده ما يقربش منها وبتبدا تقاتله، مش بتسمع لاي كلام من اللي بيقوله. فبيحس غيلين ان غلطته لانه ما قالهاش الحقيقه من زمان، وبتكون ريل على وشك ان هي تصيبه اصابه خطيره. في اللحظه دي بتصرخ رومية وبتقول لها ان غيلين عزيزه عليهم زي ما هي صديقتهم العزيزه، فبتتردد ريل للحظات. بيتكلم غيلين ساعتها وبيقول لها بما انك بتحب اخوكي بالشكل ده ممكن تقولي لي اسمه ايه، وساعتها ممكن اتراجع، ولكنها مش بتفتكر تماما وبتبدا راسها توجعها. فبيوقع غيلين السيف من ايدها وبينطلق ناحيتها بسرعه وبيثبتها في الارض بسحر الجاذبيه، وبيمسك المسدس بعدها وبيبدا يدمر النظام اللي مقيد رومية وبيسحب طاقتها. بيروح يضرب اخو ريل المزيف بعدها وبيقول له انا اتاكدت انك مزيف اول لما قلت لها يا ريل. بنكتشف
بيكتشف بعد كده ان اخو ريل الحقيقي اللي كان اسمه سون كان متورط زمان في مشروع لاعاده الاحياء، والمشروع ده كان اسمه ريل برضه. عمل نسخه من اخته اللي اسمها اوليشيا وسمى النسخه دي ريل، ولكن قرر يوقف الابحاث بسبب عدد البشر اللي كانوا بيتقتلوا في سبيل عمل نسخه واحده. فتواصل مع غيلين اللي كان من سحره الامبراطوريه ساعتها وعرفه كل حاجه وطلب منه يساعده ويحمي اخته اوليشيا وصديقه راينر. ولكن للاسف لما غيلين وصل لها سوين واوليشيا ميتين، وعشان كده قرر يحمي النسخه اللي عملوها وكان عندها ذكريات اخته ومشاعرها، والنسخه دي هي ريل دلوقتي. فبيقول له المزيف ان ريل دي مجرد نسخه خرده ومبقاش محتاجها، وفجاه بيخرج 4 نسخ شبهها وبيقول له ان مشاعرهم المزعجه مش موجوده، وبيامرهم بعدها يتخلصوا من ريل. بالفعل بينطلقوا في نفس اللحظه وبتكون واحده منهم على وشك قتل ريل، ولكن غيلين بيوقفها في اخر لحظه وبيبدا يقاتل باقي النسخ. بتتفاجئ ريل انه بيحميها بعد كل ده، فبيكلمها غيلين عن قد ايه هي مهمه بالنسبه له. ساعتها بتفوق ريل وبتروح تساعده في القتال، وبعد ما بيقضوا على كل النسخ بيتحرك غيلين علشان يتخلص من اخو ريل المزيف، ولكن بيقرر ما يقتلهوش وبيضربه بالبوكس زي ما متعود يخليه يفقد الوعي. بينقذ روميا بعدها وبياخدها هي وريل علشان يرجعوا، وبتتصالح ريل مع سيستن وروميا بعد كده وبيكملوا رحلتهم مع الباقيين. وبعد فشل محاولات خطف روميا بتروح اليانور تتكلم مع احد رؤساء المنظمه بتاعتها، بيقول لها ان هم حاليا بيراقبوا الوضع وبس، ولكن في اشخاص جوه المنظمه بيدبروا لانبعاث الاميره ارمينيا وبيامرها تتعامل معاهم بالطريقه اللي هي شايفاها مناسبه. وبعد ما بيرجع الطلاب من الرحله بتروح ريل لبيت سيستن وبتقرر عيلتها تستقبلها وتخليها تعيش معاهم زي روميا بالظبط. بيقعدوا يتعشوا مع بعض، وبعد العشاء بتروح ريل لاوضتها مع سيستن وروميا وبتعتذر لهم عن اللي عملته في الرحله، وفي نفس الوقت بتشكرهم وبتقول لهم انهم بقى اصحابها المقربين. تاني يوم بتروح سيستن للمكتبه علشان تجمع كتب عن قلعه ميلجابوس، فبيقع منها كتاب وبتشوف المعلمه سيليكا وبتساعدها، وساعتها بتلاحظ ان هي مهتمه بالقلعه زي جدها، فبتقول لها سيستن ان هي بتتمنى توصل لها ولكن مش عارفه اذا كانت هتقدر. فبترد عليها سيليكا وبتقول لها ان الاشخاص اللي حققوا حاجه هم الحمقى اللي شقوا طريقهم وكملوه، اما اللي ما حققوش فهم الحمقى اللي بيستسلموا في نص الطريق، والمفروض ان هي كده بتشجعها يعني. فبتسالها سيستن مين قال المقوله دي، فبتقول لها انا. ما هو واضح. بتسيبها بعدها بتروح تفتح بوابه تحت الارض وبتقف عند لوحه غريبه وبتقول ان هي لازم تروح للمتاهه اللي تحت الارض من تاني. اما سيستن فبعد ما بتخلص قراءه الكتب بترجعها مكانها، وفجاه بيظهر غيلين ساعتها وبيقعد يتكلم معاها وبيقول لها ان سمع ان ساعدت البرت في تعويذه الاحياء وبيشكرها. لكن فجاه وش سيستن بيحمر من غير سبب، وغيلين كان فاكر يعني انها اتكسفت لانها افتكرت التنفس الصناعي. فجاه روميا وريل بيشوفوها وبيفتكروها تعبانه، وغيلين ضايقها، وطبعا ريل مش بتتوصى وبتخرج السيف بتاعها في نفس اللحظه وبتهجم على غيلين لحد ما بتصيبه وبتخرجه بره الاكاديميه. فبيقع قصاد عربيه غريبه وبيخرج منها واحد اسمه لويس. اول ما بيخرج بيشوف سيستن وبيقول لها انا ما كنتش متوقع اقابلك بالصدفه دي. فبتتفاجئ سيستن هي كمان، وساعتها بيحس غيلين بحاجه غريبه، فبيعرف لويس عن نفسه وبيقول ان هو تم تعويته كمعلم ضيف للاكاديميه، وبيقول كمان ان هو خطيب سيستن. فبيتصدم الكل من المفاجاه حتى سيستن نفسها، وبنعرف بعدها ان ده كان اتفاق بينهم من الطفوله مش اكتر، بس الواضح ان لويس كان لسه متمسك بالوعد. فبيقول له غيلين الحق نفسك يا ابني، انت كده داخل القبر برجلك. لكن لويس بيتضايق منه من اهانته لخطيبته، وبيتفاجئ لما بيعرف ان ده المعلم غيلين، وبيقول ان في كلام عنه في اكاديميه كلايتوس اللي هو بيدرس فيها، والكل بيتكلم عن اسلوبه المختلف في التدريب، فهو بيركز على فهم التعويذ واستخدامها العملي على عكس كل المعلمين اللي بيركزوا على تجميع التعويذ الجديده، وعشان كده متحمس يحضر محاضراته. في الاثناء دي بتوصل اخبار وصول لويس عند المدير، وبيفرح جدا هالي على عكس سيليكا اللي بتكون مش مطمنه ومش فاهمه هم ليه بعتوا مدرس موهب بالشكل ده. بيبدا لويس في شرح اول محاضره للطلاب، وبيحضر غيلين المحاضره دي وبيتفاجئ من شطارته، فهو قادر يفهمهم نظريه القوه الماديه اللي اكتر من نص سحره الجيش المجندين مش فاهمينها اصلا. لكنه بيكون متضايق في نفس الوقت لان لسه بدري ان الطلاب يتعلموا حاجه زي كده، فهم لسه مش فاهمين معنى امتلاك قوه عظيمه. وبتفهم روميا تفكير غيلين فورا وبيكون رايها نفس رايه، ولكن بيطمنها ان طلابه مش هيعملوا حاجه غلط. بعد المحاضره بيصمم ليسو انه يتكلم مع سيستن ويتناقش في مستقبلهم مع بعض، فبتضطر تروح معاه وهي متضايقه، وبتلاحظ روميا ده وبتقول لغيلين ان هي طالبه منه معروف. بيتاخدوا علشان يتفرجوا على سيستن وليس وهم بيتكلموا من غير ما تقول السبب، وفجاه واثناء كلامهم بيطلب لويس الجواز من سيستن، ولكنها بتصطمه وبترفض، وده بحجه ان هي عايزه تركز على دراسه السحر علشان تحقق حلم جدها وتكتشف قلعه ميلجابوس. لكن لويس بيستهزأ بحلمها وبيقول لها ان دي مجرد خرافات، فبيضايق غيلين من اسلوبه وبيخرج يدافع عن سيستن، فبيقول لويس انه ملوش الحق يتدخل ما بينهم. لكن سيستن بتشجعه وقتها وبتقول له لا ليه الحق، لان انا والمعلم هنبقى حبيبين واتفقنا نكمل حياتنا مع بعض. وبيمشي غيلين مع الكذبه بتاعتها وبيبدا يالف ويزود من عنده كمان. فبيتعصب لويس وبيقول له انه هيندمه وهيخليه عدوه، فبيقرر غيلين انه يتحداه في نزال والفايز هو اللي هيبقى مع سيستن. وبالفعل لويس بيوافق وبيقول له خلينا نتكلم في تفاصيل النزال بعدين، وبعدها بيسيبه وبيمشي. بيرجع غيلين للفصل وبيفضح علاقته هو وسيستن للكل، وبيجبر كل الطلاب ان هم يتدربوا معاه علشان يفوزوا على لويس وطلابه. والخنزير كان شايف ان لو اتجوز بنت زي سيستن مش هيحتاج يشتغل بعد كده لانه هيعتمد على عيلتها الغنيه طبعا. وبعد اليوم الدراسي بيروح يقابل البرت اللي بيقول له انه سمع ان اخبار الجنيات اتهرب للمدينه، فبيتصدم غيلين وبيقول له مش المفروض ان طريقه صنع اخبار الجنيات اتدمرت في الحادثه السنه اللي فاتت، واخبار الجنيات ده مخدر بيدمر اي حد بيتحين بيه وبيحوله لجثه هامده من غير روح، واي حد ممكن يسيطر عليه. وعشان كده غيلين كان بيفكر ينضم للتحقيقات عن المخدر ده، ولكن البرت بيرفض تماما وبيقول له انه جه يبلغه علشان ما يتورطش. فبعد ما سمع عن المخدر
المخدر ده ما يبقاش فاهم اذا كان في سبب لموت سيرا بالشكل ده، لكن غيلين بيرفض يتكلم عن الموضوع وبعدها بيسيبه وبيمشي. وفي نفس الوقت بنكتشف ان شيكوك سيليكا ناحيه ليوس كانت صحيحه، فليوس راح يقابل واحد وبيقول ان خطته نجحت وغيلين اتحداه في نزال زي ما قال له. بيجي يوم النزال واللي يكون ما بين غيلين وطلابه وليوس وطلابه ومجموعه من طلاب الفصول الثانيه. بيكون النزال عباره عن معركه شبه حقيقيه، وهيكون غيلين وليوس هم قاده الفرق ومسؤولين عن توجيههم وترتيب خطط القتال. في نفس الوقت كان هالي وباقي المعلمين مشرفين على النزال بما انه نزال رسمي، وبيبلغهم هالي ان المعركه هتفضل ل3 ساعات والجانب الفايز هو اللي هيستحوذ على قاعده العدو. وكان هالي ضد غيلين زي العاده وبيشجع ليوس في انه يتخلص منه، وطبعا ليوس مش بيتوصى وبيقول لسيستين انه هيتغلب عليها علشان يكسب رضاها. اما غيلين فبيحمس فاروق على الفوز علشان يفوز بسيستين ويبقى غني بقى يا معلم. فهل يا ترى غيلين هيقدر ينفذ الخطه اللي في دماغه ولا هيرجع خايب الامل زي كل مره؟ وهي التحديات والمواجهات اللي هتقابله بعد كده، وايه هو ماضيه اساسا اللي احنا لسه ما نعرفش عنه اي حاجه؟ كل ده واكتر هنعرفه لما الموسم الثاني ينزل. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب تخشوا الجنه، وسلام.